المحامية فيرجينيا جودمان رايحة تقابل رجل الأعمال الشهير أدريان دوريا المتهم بجريمة قتل وكل الأدلة ضده، لكنه مصر إنه بريء. المحامي بتاعه كان مسافر في مهمة تبع القضية، وبعت فيرجينيا علشان تعمل معاه بروفا قبل المحاكمة وتدربه وتفهمه أسئلة المدعي العام وإزاي يرد عليها. جريمة القتل المتهم فيها كانت بتتصدر كل نشرات الأخبار لأن الضحية كانت مصورة مشهورة، وأدريان رجل أعمال كبير في مجال التكنولوجيا وفاز بجائزة رجل الأعمال لهذا العام. فيرجينيا قالت له ان في شاهد جديد ظهر وممكن يقلب القضية ويبوظ كل الترتيبات اللي عاملينها. ادريان كان مصر على اقواله انه بريء. قالت له شهادتك وكلامك فيهم ثغرات المدعي العام هيستغلهم ضدك، ولازم تحكي لي كل حاجة بالتفصيل وبصدق علشان اقدر اقنع العالم ببراءتك، وانا اقدر اعمل كده. قال لها انه كان يعرف لورا وفي شخص هددهم انه هيفضحهم وطلب 100,000 يورو مقابل سكوته. قالت له اشمعنى الفندق ده بالتحديد؟ قال لها دي كانت تعليماته، وهم في الفندق جات له رسالة على تليفونه من تليفون لورا من الشخص الثالث بيهددهم انه هيفضحهم وعارف رقم الغرفة اللي هم فيها. لورا قالت له ان ده فخ وهم بيلموا حاجتهم علشان يمشوا، فجأة ظهر الشخص الثالث ضرب ادريان ووقع مغمى عليه، ولما فاق كانت الشرطة بتخبط على الباب. شاف تمثال على الارض عليه دم. الشرطة طلبت من الهاوس كيبنج تفتح الباب. في اللحظة دي شاف لورا وقع على الارض ميتة والفلوس على الارض. الباب كان مقفول بالسلسلة. الشرطة دخلت وقبضت عليه واتهمته بقتلها، وبكى لانه متورط في جريمة ما عملهاش. فيرجينيا قالت له مفيش حد شاف الشخص ده وهو خارج من الأوضة، والباب كان مقفول بالسلسلة من جوه، والفندق بيشيل مقابض الشبابيك في فصل الشتاء، ومفيش أي أثر لاقتحام الباب أو الشباك. قال لها أكيد كان موجود قبل ما نوصل. كل ده كان فخ معمول ليا، وصوروا للرأي العام إن على علاقة بلورا، وده خلى زوجته تسيبه وتهجره وحياته اتدمرت. كلامه ما كانش مقنع ليها. قالت له أنت عاوز البراءة من غير ما تشوه صورتك، ما تفتكرش نفسك أذكى مني. ووريت له خبر في الجورنال عن اختفاء شاب في ظروف غامضة. قالت له الشاهد ممكن يقول حاجات كتير ولازم نكون جاهزين للرد عليه، ما تضيعش وقت أكتر من كده وقول الحقيقة. مين اللي كان موجود في الأوضة معاكم؟ قال لها إنه كان فعلا على علاقة بلورا، والحكاية بدأت من 3 شهور. كانوا مع بعض في الشاليه بتاعه في قرية قرب البحر، واتظاهر قدام مراته وهو بيكلمها إنه في فرنسا. كان ندمان على علاقته بلورا لأنه بيحب أسرته جدا. لما خرجوا من الشاليه حاول ينهي علاقته بلورا لأن الوضع كده مش عاجبه وحاسس بتأنيب الضمير. وهم بيتكلموا فجأة غزالة عدت من قدامهم، وهم بيتفادوها كانت في عربية جاية من الطريق المعاكس. لما كسروا عليها العربية دخلت في شجرة. لما فاقوا من الصدمة نزلوا يشوفوا العربية. لورا كانت متماسكة أكتر منه. لما قربت من العربية لقت شاب مصاب، ندهت عليه مردش. قالت لأدريان إنه مات. حاول أدريان يتصل بالإسعاف والشرطة لكن لورا منعته. خوفته من الفضيحة وفكرته بمراته وبنته، وقالت له إن مفيش حد شافهم. ركبوا العربية علشان يمشوا لكن العربية ما دارتش. في نفس الوقت كانت في عربية جاية عليهم. لورا قالت له ينزل من العربية. راحت عربية الشاب اللي مات، نزلت جثته على الكرسي وقفلت الباب، ووقفت مع أدريان عاملة نفسها إنها صاحبة العربية وبيتفاهموا مع بعض على التعويض والتصليح. الراجل وقف وعرض يتصل بالإسعاف. لورا قالت له مفيش داعي. التليفون رن في عربية الشاب. جريت على العربية وأخدت التليفون واتظاهرت إنها بتتكلم فيه. وقف قدام لورا وحاولت تغطي الدم اللي نازل من العربية. لما مشي حطت تليفون الشاب في جيبها، وقالت لأدريان لازم نتخلص من جثة الشاب لأن بقى فيه شاهد شاف الحادث. حطوا الشاب في شنطة العربية وأخدوا ومشي، وهي ركبت عربيته. قال لفيرجينيا إنه كان بيلوم نفسه على اللي حصل لأن كل ده كان بسبب علاقته بلورا. قالت له عملت إيه بالعربية؟ قال لها غرقتها في البحيرة والولد كان فيها. دخل بيها الغابة وهو بيزقها سمع صوت. شاف الغزال باصص عليه وكأنه كان شاهد. زق العربية في البحيرة وغرقت. كانت لحظات صعبة عليه وما كانش عاوز يفتكرها لكنها كانت حادثة خارجة عن إرادتهم زي ما قالت لورا. وقال لها دي الطريقة اللي فكرت بيها بدل ما تجنن من التفكير وتأنيب الضمير. قال لها اتصلت بلورا وأخدتني بالعربية. كانت منهارة من العياط. ولما سألها عن السبب قالت له هي بتكلم جوزها تطمنه شافت عربية جاية عليها. صاحب العربية وقف منها علشان يعرض خدماته. قالت له غزال عدى من قدامي فجأة وهي بتتفاداه العربية عطلت، واتصلت بالطوارئ لكن محدش جه لسه. قال لها انه مهندس وكان شغال في المصانع اللي بتصنع النوع ده من العربيات سنين طويلة، وعرفها بنفسه توماس جاريدو. لما كشف على العربية قال لها الموتور عاوز اعادة برمجة وانه ممكن يقطرها لحد ورشته او يطلب خدمات الطرق. قالت له انها موافقة تروح معاه ومفيش داعي يتصل بحد. جاريدو دردش معاها وقال لها ان زوجته كانت بتدرس الادب والفنون في الجامعة لكنها اصيبت بالسرطان، وجم يعيشوا هنا في الهدوء وجمال الطبيعة، وشغلها الجديد قريب من هنا. سألها عن شغلها كدبت عليه وقالت له عندها محل
بيع كتب. قال لها ان زوجته خلته يعشق الكتب وخصوصا المسرحيات لانهم اتعرفوا على بعض من خلال احد الفرق المسرحيه. لما وصلوا البيت عرفها بمراته الفيرا، وهي بتسلم عليها الست لاحظت ان في دم على ايديها. لورا قالت لها ده ممكن يكون من الغزال. الفيرا عزمتها على قهوه عقبال جوزها ما يخلص تصليح العربيه. غسلت ايديها من الدم وعلقت البلطو بتاعها، وشافت المكتبه بتاعتهم وصورهم وهم في الفرقه المسرحيه. جريدو وهو بيصلح العربيه شاف الولاعه الذهب بتاعت ادريان. الفيرا قالت للورا ان عندهم ولد اسمه دانيال هو كل حياتهم لانهم خلفوه هم في سن ال40. خرج يقابل اصحابه وزمانه جاي. تليفونها رن، اخدته وورت صوره ابنها لورا. لورا اتفاجئت انه نفس الشاب اللي عملوا معاه الحادثه ومات. كلارا صاحبة دانيال قالت لإلفيرا ان دانيال ما جاش الخروجه معاهم. الست قلقت على ابنها لانه خارج من بدري. جريدو صلح العربيه وعزم لورا تقعد تتعشى معاهم. اعتذرت له لانها لازم تمشي. الفيرا قالت لجريدو على مكالمه كلارا، قال لها اتصلي بيه شوفيه فين. لما اتصلت تليفونه كان في جاكيت لورا. دخلت الاوضه التانيه وحطت التليفون جوه الكنبه. سمعوا صوت التليفون ولقوه. لورا كانت متوتره ومش عارفه تقول حاجه. ركبت العربيه وعدلت الكرسي وجريدو لاحظ. الفيرا قالت له محدش من اصحابه يعرف عنه حاجه. ادريان ودى عربيته مخزن خرده وتخلص منها، وقعد مع لورا واتفقوا يسيبوا بعض. وراح القسم عمل محضر ان عربيته اتسرقت لما كان في باريس، وبلغ مراته بكده ورجع تاني شغله. كان بيفتح لشركته فروع جديده في اسيا لاول مره، ودي كانت هتنقله نقله كبيره. لحد ما شاف خبر اختفاء دانيال جريدو على التلفزيون، وشاف والده وهو محطم وصورته ما فرقتش خياله، وقال لها ان حس بألمه. فيرجينيا جالها تليفون، قالت له الشاهد وصل المحكمه والقاضي في الطريق وممكن يطلبوا لي الشهاده النهارده مش بكره. كلم المحامي بتاعه وقال له ان فيرجينيا هنا معاه لكن النيابه عندها شاهد جديد. المحامي قال له خليها تكلمني. ردت عليه وقالت له على الوضع. قال لها حاول تنقذيه باي طريقه. قال له في احد الاجتماعات الشرطه جت تطلبه للشهاده. المحقق بيقول له ان كان في اثار حادث على الطريق بالقرب من بيت دانيال. والد الشاب دانيال قال ان في سيده تعرضت لحادث على الطريق وهو ساعدها. قال له لوحه السياره اللي الست كانت راكباها هي نفس لوحه السياره بتاعتك. المحامي قال له ان ادريان كان في باريس، العربيه اتسرق وعملنا محضر بكده. خرجوا من القسم ومفيش دليل ضده. المحامي شافه متوتر، قال له انت ليك علاقه باختفاء الشاب ده؟ قال له لا بس انا ما كنتش في باريس. المحامي لامه انه ما قالوش الحقيقه، بس طمنه انه هيتصرف، بس هيدفع فلوس كتير علشان حجه الغياب دي، وهيدفع فلوس اكتر علشان اسمه يترفع من سجلات الشرطه بخصوص الموضوع ده. قالت له بس واضح ان اسمك ما اترفعش، ووكيل النيابه لقى اسمك في الملفات، ولقى كمان انك اتصلت بلورا من كاميرات المراقبة. قال لها اتصلت بيها لما لقيتها تمادت في الموضوع. لما شاف على التلفزيون ان الشرطة اكتشفت ان دانيال اختلس 50,000 يورو من حسابات البنك وانه هرب بيهم، وعلشان كده اتصل بيها وطلب يقابلها. ورت له محفظة دانيال اخدتها منه وهو في شنطة العربية، وهي اللي اخدت المبالغ بالبطاقة بتاعته علشان يبان ان اختفاء الشاب هروب مش جريمة. فيرجينيا قالت له عاوز النيابة تصدق الكلام ده، هي كانت مصورة ولا هاكر؟ قال لها ان جوزها شغال في نفس البنك واكيد ساعدها. لورا قالت له انها عملت الصح، وهددته ان معاها صور ليهم تثبت انه ما كانش في باريس. كان خايف وحاسس دايما ان في حد مراقبهم على طول، وعمل صفقة اسيا وفاز بجائزة رجل العام في مجال البورصة والاقتصاد، لكن كان حاسس من جواه انه بيمثل وانه في حقيقته شخص فاسد. وهو في الحفلة جاله صحفي عاوز يقابله، عرف انه جريدو والد دانيال مش صحفي. الراجل كان يائس جدا ومحطم من فكرة ان ابنه لص. قال له ان الست اللي ساعدها في اليوم ده كان معاها تليفون ابنه، وهي اللي حطته في البيت لان ابنه اتكلم في التليفون بعد ما خرج من البيت بكتير، بس كان معاها واحد تاني لان مش هي اللي كانت بتسوق العربية، وانه عارف ان ابنه مات. وشاف الولاعة الذهب اللي كانت في العربية وعرف ان ادريان هو الشريك التاني. وقال له ان بعد تحقيق الشرطة زوجته الفيرا ما قدرتش تستحمل الكلام اللي بيتقال على ابنها وتعبت ونقلوها المستشفى، ومشيت ورا الخيط الوحيد، انت صاحب العربية. وعرفت انك متجوز وبتحاول تخفي علاقتك بالست دي، وادعيت انك كنت في باريس لكن الشرطة ما اقتنعتش بكلامي. وعرفت ان نفوذك كبير لكن مش اكبر من وجع والم اب فقد ابنه الوحيد. ساعتها ما بيكونش فيه مكان للخوف. مسك فيه وقال له انت كنت مع الست، اتخلصتم من ابن ازاي ببساطة كده؟ ورمى الولاعة في المية. الراجل اترجاه وقال له انه عارف ان ابنه مات، بس هو وامه عاوزين يطلعوه يدفنوه علشان يبقوا يزوروه كل يوم. حرس ادريان اتدخلوا واخدوا جريده بعيد وطلبوا له الشرطة. محامي ادريان عمل له محضر بعدم التعرض. خرجت الفيرا من المستشفى وبيتهم اللي كان مليان سعادة بابنهم اللي خلفوه اتحول لمكان للحزن والقهر. فيرجينيا قالت له بالنسبة للشرطة مفيش غير جريمة واحدة وجثة واحدة للورا،
لكن بالنسبة لنا ولأهل دانيال في جريمتين وجثتين والاتنين مرتبطين ببعض، وعندهم شك كبير انك انت ولورا ورا اللي حصل لابنهم، ودلوقتي لورا ماتت ومبقاش غيرك انت. قال لها في شخص تالت. قالت له عاوز النيابة تصدق ان صاحب العربية اللي عدى عليكم هو اللي قتل لورا؟ ايه مصلحته في قتلها طالما هو اللي كان بيبتزكم وعاوز الفلوس؟ قال لها هو اللي استدرجنا للفندق، بعت له ظرف باسم دانيال جاريدو، لما فتحوا لقى جواه صورة للبحيرة وتسجيل بيقول لهم انه عارف اللي عملوه، وتمن سكوته 100,000 يورو، وقال لهم يوصلوا محطة القطر وهيتصل بيهم بالتليفون العمومي وهيبلغهم مكان تسليم الفلوس. فيرجينيا قالت له دي ثغرة كبيرة في شهادتك، ايه اللي هيخلي الراجل يشك فيكم ويراقبكم؟ قال لها يمكن شك في حاجة او شاف حاجة وهو بيتكلم معانا. قالت له هصدق كلامك لو قلت لي ليه الشاهد ده ما اخدش الفلوس لو كان بيبتزكم، وازاي قدر يخرج ويدخل الأوضة من غير اي اثر. انت كده بتورط نفسك اكتر وبتدي وكيل النيابة فرصة علشان يسجنك بالتفاهات اللي بتقولها دي. قالت له لو مشيت ورا الرواية دي، الشاهد اتصل بلورا ردت عليه، قال لها على الفندق ورقم الأوضة اللي حجزها لكم، وانه طلب منها تسيب تليفونها في سلة المهملات ويركبوا القطر. ولما وصلوا الفندق لورا دخلت الاول وهو كان مستني بره، لما طلعت الأوضة شاورت له وطلع بعد كده، وهم في الأوضة كان هو في الدولاب مثلا وبعت الرسالة، والرسالة كانت من تليفون لورا اللي سابته، وطلع ضربه وضرب لورا، والشخص ده اكيد هو توماس جاريدو. قالت له محدش غيره ممكن القاضي يقتنع انه عملها لان عنده الدافع، ورطك في جريمة قتل ودمر سمعتك وحياتك العائلية، والمحامي بتاعك خرجك بكفالة $1,000,000 واستعان بيا لانه عارف انك لو اقنعتني بقصتك يبقى القاضي هيقتنع. فيرجينيا قالت له الوسيلة الوحيدة علشان نورط توماس جاريدو في القضية انك تعترف باللي عملته في ابنه. قال لها وازاي دخل وخرج من الأوضة من غير اي اثر؟ قالت له ده ملف قضيتك، ركز في التفاصيل. ورته صورة اعتقاله وشاورت له على الفيرا والدة دانيال، قالت له انها شغالة في نفس الفندق وهو اللي بعت لك الطرد والصور زي طعم علشان يصطادك بيه، وكان معاكم على القطر وسبقكم للأوضة، ومراته ادت له مقبض الشباك علشان يخرج منه، واستخبى في الدولاب وبعت لكم الرسالة وعمل الجريمة، حط بصماتك على سلاح الجريمة وفتح الشباك بالمقبض واختفى بمساعدة الفيرا مراته. ولما الشرطة دخلت الأوضة الفيرا قفلت الشباك من جوه بالمقبض اللي معاها. في نفس الوقت كان جاريدو مشي من الفندق من غير ما حد يحس بيه، وبكده تكون اخفت اي اثر لجوزها. وهي بتكلمه جالها تليفون انهم عرفوا هوية الشاهد، طلع سواق العربية اللي عدى عليهم. ادريان قال لها كده انا انتهيت. قالت له لو سمعت كلامي مش هيحصل. قالت له هنحاول نقنع القاضي ان لورا هي اللي عملت الحادثة وانك كنت فعلا في باريس، وهي اللي سرقت الفلوس من حساب البنوك باسم دانيال، ولما اتكشفت طلبت منك تروح معاها الفندق علشان تساعدها كصديق، وانك كنت ضحيتها، بس في حاجة ناقصة. قالت له لازم نحط في عربية دانيال حاجة تخصها علشان نثبت ان هي اللي غرقته، وان جريمتك الوحيدة هتكون التستر عليها، ودلوقتي محتاجين نعرف غرقت العربية فين، وانهم هيبعتوا بلاغ للشرطة من مجهول يبلغ عن مكان الجثة. وقالت له مفيش شاهد في النيابة ولا حاجة، دي قصة انا عملتها علشان اسد الثغرات في قصتك وتقول لي الحقيقة. قال لها انت فعلا ممتازة. ادت له الخريطة والقلم وشاور لها على المكان، بصت من الشباك على غرفة في المبنى اللي قدامهم. ادريان قال لها في حاجة عاوز اقولها. قبل ما يغرق العربية سمع صوت، فتح شنطة العربية وتفاجئ بدانيال عايش ومسك ايده. ادريان اتخض وقفل الشنطة وزق العربية في المية. هنا فيرجينيا انفعلت عليه، قالت له انت فعلا قاتل، ولو قلت الكلام ده للقاضي مش هيرحمك. قال لها بس ما تقدريش تقولي، وانفعل عليها. قالت له وكيل النيابة هيعمل معاك اكتر من كده. فكرت وقالت له انها ما عندهاش استعداد تخسر قضية بعد التاريخ ده كله بسبب كذبة. قالت له انت حكيت الحكاية بالعكس، افرض انك انت اللي ورطت دانيال في قضية السرقة، وانت اللي اخدت محفظته قبل ما ترمي العربية في البحيرة، واديتها للمحامي فليكس المعروف باساليبه الملتوية، وانه هو اللي وصل لدانيال الاول ومنع لورا من انها تتصل بالشرطة. لورا حست بعد كده بتأنيب الضمير ودخلت في حالة نفسية سيئة حسب تقارير الاطباء قبل موتها. ولو كنت مغلوب على امرك زي ما بتقول، ليه ما انقذتش الولد لما عرفت انه لسه عايش؟ وعرفت لورا ان مفيش قدامها غير حل واحد بس علشان تتخلص من عذاب الضمير. اتصلت باهل دانيال وقالت لهم على كل حاجة، واتفقت معاهم على مقابلة في الفندق اللي الام بتشتغل فيه، واتصلت بيك وقالت لك ان في حد شاهد على الجريمة وبيحاول يبتزها. كانت عاوزة تعوض اهل الولد المساكين دول باي طريقة، وهي في الفندق استنتك تيجي وهي عارفة انك مش هتعترف، لان كل اللي يهمك هو نفسك وبس. ولما قالت لك على نيتها انهم يعترفوا لاهل الولد اتنرفزت عليها، ولما الرسالة جات لك على التليفون عرفت انك وقعت في الفخ وانت اللي قتلت لورا. حاول ينكر برضه. قالت له بعد كده معرفتش تخرج من الأوضة وضربت راسك في المراية.
وقفت قدام الشباك وشاورت له على شباك في المبنى المقابل، قالت له ده توماس جاريدو، مفيش مكان رحته الا وهو وراك ومراقبك باستمرار علشان ينتقم منك بعد ما فقد ثقته بالعدالة. وطبعا وصل لي لما المحامي بتاعك طلب مني اتولى قضيتك وطلبت مراقبته. قال لها الصورة دي تثبت ان ام الولد متورطة مع جوزها. قالت له لسه ما بتاخدش بالك من التفاصيل، الصورة دي مزيفة، وام الولد كانت اجازة من الفندق في اليوم ده علشان المقابلة بتاعتكم. وطلبت منه يبص للمراية، لما بص للمراية ملقاش انعكاس للست فيها. قالت له لو عاوزني اكمل دفاع عنك اعترف انك انت القاتل. قال لها انا اللي قتلت لورا. فيليكس المحامي اتصل بيه على الخط الارضي وقال له انه سوى المسألة مع الشاهد اللي كان سايق العربية. خرجت تاخد استراحة وتشرب قهوة وهترجع علشان يكملوا، وهي خارجة نده عليها وشكرها. ركبت الاسانسير وهو بص على والد دانيال. كلم المحامي وقال له انه قال لفيرجينيا على كل حاجة وانها فعلا ممتازة. وهو بيكلمه حصل تشويش على المكالمة، وشاف القلم الحبر طفح على القميص، وشاف ملاحظات فيرجينيا اللي كانت بتكتبها كلها ضده. فتح الورق كله ملقاش ورق القضية، لقى مسرحية. فتح القلم ولقى مايك تسجيل. فيرجينيا وصلت لتوماس جاريدو وورته مكان ابنه، والحقيقة هي ما كانتش فيرجينيا جودمان محامية، كانت إلفيرا ام دانيال. لما فقدوا ثقتهم برجال الشرطة قرروا ياخدوا حق ابنهم بنفسهم. اخدت من ادريان اعتراف مسجل بكل حاجة وانه هو اللي قتل لورا، والاهم عرفوا مكان ابنهم علشان يدفنوه. واتصل والد دانيال بالشرطة وبلغهم. في الوقت اللي فيرجينيا الحقيقية وصلت لادريان، إلفيرا وقفت قدامه في الشباك وكأنها بتتحداه. قلعت العدسات والوش والمكياج اللي حطاه والباروكة، ادوات التمثيل في اهم دور في حياتها واللي خلاها تنتقم لابنهم وتاخد حقه. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.